اذا عندك 3 حبات بطاطا جربي هاد لي كروكات وخبي الوصفه في عينك، ما كيش رايحه تندمي. يجي مفرمج والبنه واش نحكي لكم اللي دوقهم يقول لي عطيني الوصفه. ديروا جام وابوني عند ساره كوك ديزات ونروحوا نبداو. هنا البطاطا كل واحد يدير على حسب افراد العائله تاعو. انا قطعت 3 حبات بطاطا نديرهم في الماء يغلو، وبيان سور ما تنساوش الملح. من جهه نجيب حبات بصل نقطعهم بتيدي، نجيب مقله ونديرهم يتقلاو مع شويه زيت، ملح، فلفل كحل. هذا ما كان كي نشوف البصل تكراميليزا نزيد له شويه معدنوس. وباش تزيدوا لي كروكات تاعكم بنه على بنه زيدوا اون بواط دو طون الويل. انا استعملت هذه من عند كاب دو فير، وعندهم ماما لا طوماط والويل دولي. نقليهم مع البصل المعدنوس واحد 5 دقائق ونطفي عليه. البطاطا بعد ما طابت نزيد لها نص كاس حليب وزوج مغارف كبار تاع لا مارغرين، نعبزها مليح ونروح نزيد لها هذاك الميلونج اللي كنت طيبته، نخلطهم كامل مليح. نروح نخليهم 5 دقائق قسمه تشد البطاطا روحها. هذا ما كان ونبدا نشكل فيها. هنا قطعت دي كيوب تاع فروماج روج باش نديرهم داخل كل حبه. هنا دهنوا يديكم بشويه زيت باش تشكلوا كامل البطاطا بلا ما تلصق لكم في يديكم. نكملهم كامل ومن بعد نروح نرمد كل حبه في الفارينه. بعد ما درتهم في لافارين نديرهم في البيض ومن بعد في الشابلور. تحبوا طبقه خشينه عاودوا ديروهم للمره الثانيه في البيض وفي الشابلور، هكذا تحصلوا على هذه النتيجه. هنا السر باش ما يتحلوا لكمش في المقله، لازم الزيت تاعكم تكون سخونه تغلي وتكون كميه كبيره، يعني تدخلوهم وتخرجوهم 5 دقائق. غير يطولوا في الطياب راهم رايحين يتحلوا وتخرج هذيك لافارس. وكانت هذه وصفتنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. خلوا لي رايكم في لي كومونتير. سلام.